اللي اغلبكم سألني عنه ده انا بستخدمه عموما. دي العلبة بتاعته وهو قرب يخلص تقريبا. اسمه هربس انديا او ممكن نقول عليه اعشاب الهند. طبعا انا بستخدم اللي هو بالروزماري، وعندي كمان مع بذور. مثلا عندك السبع بذور اللي هما بذور العنب والسمسم الابيض ودوار الشمس والشيا والخيار والرمان والبطيخ. بس انا معرفش بصراحة كل نوع بذرة من دول مفيد في ايه. انا بمجرد ما شفت ان هو بالروزماري فجبته على طول، يعني لان انا عايزة اطول شعري، وفي نفس الوقت الروزماري حلو بيعمل بيكثف الشعر كمان. فانا جبته بسبب ده. بقالي قد ايه بستخدمه؟ تقريبا بالظبط شهرين. الازازه قربت تخلص اهو. في الاول كنت بستخدمه استخدام يومي، بس هو بيعمل هيشان شويه، فانت لو ما بتحبيش الهيشان ممكن تستخدمي حاجه معاه. يعني ممكن تستخدمي زيت املة او اي كريم بتاع اطفال عادي، ممكن تحطيه كمان لو انت ما بتحبيش الهيشان. بس انا بصراحه عادي، كده كده احنا في فصل الصيف، فطبيعي ان هو شعرنا يهيش شويه. بس انت لو شعرك اصلا من النوع اللي هو هايش على طول، يعني انصحك يعني انك انت تجيبي حاجه معاه، يعني تستخدمي حاجه مع الزيت ده. ازاي تاخدي استفاده منه؟ اول حاجه ان احنا حمام زيت، لازم تستخدمي حمام زيت مره على الاقل خالص كل اسبوع. بسبب ان هو وانت بتعملي حمام الزيت يعني بتحطي كميه محترمه، يعني متبقاش بخيله على نفسك، بتحطي كميه محترمه قوي. وبتحطي على الفروة وبتحطي على الأطراف من تحت. هتلاقي حرفيا نتيجة ملحوظة قوي في تطويل الشعر وفي كثافته. بتسيبيه قد ايه على شعرك؟ بتسيبيه ساعتين بالظبط. لف شعرك عشان الزيت يسخن ويدخل جوه الفروة كويس. البسي كيس مثلا لو انت مش عندك اللي هو البسي عادي تستبدليها في كيس، يعني مش حاجة قوي يعني. بس الفكرة بس ان هو عشان يسخن الزيت وفي نفس الوقت يدخل بسرعة جوه الفروة. الحاجة التانية برضو ان انتي ما ينفعش يعني ما تنشفيش شعرك بفوطة او اي حاجة. ممكن تستخدمي ولو تيشرت بيجامة عندك بيبقى قطن. تقومي بعد ما تغسلي شعرك كويس قوي، وانتي بتغسلي شعرك برضو الحاجات دي فرقت قوي معايا بجانب الزيت يعني. وانتي بتغسلي شعرك تقومي غسلاه من قدام، تجيبيه كله لقدام يعني، وبعدين تغسلي شعرك لقدام، وبعدين تجيبي اي حاجة قطن عندك تكون قطن، تقومي لفة شعرك اللي هو تسيبيه ينشف براحته خالص. وبعدين يعني مثلا غسلتيه اول يوم تقومي عاملاه على نهاية اليوم، يعني على نهاية اليوم تقومي مسرحاه عادي جدا. ولما تيجي تسرحيه بقى بلاش حوار الكحكة اللي هي من ورا. ممكن تعملي له كذا تسريحة، ممكن تعملي كحكة من قدام، ممكن تعملي طاقية او اسمها الدوامة زي ما بتقولوها. ممكن تعملي كمان قطتين. المهم ان انت تحاولي انك انت تعملي كذا تسريحة لشعرك، عشان ده بيفرق قوي لو انت عايزة تطويل يعني. حاجة كمان انك انتي لما تيجي تنامي بلاش تلفي كحكة وتنامي. ممكن لو تعملي ضفيرة، حتى ولو مثلا لو انت ما بتحبيش شعرك وهو مموج او ويفي، بلاش الضفيرة، ممكن تسيبيه اصلا، يعني ممكن تسيبيه كده عادي. فهماني؟ بس المهم انك انت ما تلفوش كحكة خالص، كحكة خالص وانت نايمة عموما. الحاجة كمان ان تيجي تستحمي بقى بلاش تغسلي شعرك كتير، هو مرة واحدة بس في الاسبوع. شعرك بقى بيعمل تساقط، اكيد هتستخدمي جنب الزيت ده حاجة للتساقط، مثلا شامبو خاص بالتساقط يعني. انا اسمع عن منتجات دكتورة إرادة، انا ما جربتهاش بس انا اسمع عنها كتير بيشكر فيها، يعني لو تعرفوها. بصراحة ما عنديش نوع شامبو معين بستخدمه، انا بستخدم اي نوع على حسب الميزانية. مثلا والله ممكن اجيب ده او ممكن اجيب ده على حسب الميزانية. ما عنديش، وفي نفس الوقت انا ما بحبش ان انا اخلي الشامبو بتاعي او شعري ياخد على شامبو معين، انا بحب اغير على طول. وكمان لازم يبقى في بلسم معاكي. بس انت تستخدمي 3 حاجات دول هيفرقوا معاكي جدا. ولا تنسي، متهتميش يعني، حاولي تنسي اهو انت بتستخدمي. واقرأي الآية دايما عشان انا بقرأها: كل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. انا طول ما انا بصرح بقعد اقول الآية دي قوي، او بعمل اي حاجة في حياتي انا بقعد اقول الآية دي قوي. المهم ان هي يعني ما شاء الله ان شاء الله ربنا هيطول شعرك وهيعجبك ان شاء الله الشعر ويكون جميل. الزيت ده والله جميل 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 جميل، بس استخدموه صح. وان شاء الله تلاقوا منه نتيجة حلوة. ويا ريت بعد شهر كده تقوموا تقولوا لي عمل ايه في شعركم. مع السلامة. بس قبل ما انسى، لازم تعملوا الحاجات التانية اللي انا قلتها لكم. يعني مينفعش تستخدمي الزيت ده من غير اي حاجة من اللي انا قلتها، من غير انك انت ازاي طريقه الغسل بتاعه شعرك ازاي. استخدمي شامبو خالي من السلفيت طبعا. لو عندك قشره منتجات دكتوره إرادة كويسه قوي، كتير كان بيشكر فيها، ممكن تجيبيها برضو.
بس كده، ما اعتقدش في حاجة تانية ممكن اقدر افيدكم بيها يعني. حمام الزيت بيقعد ساعتين على الشعر، بعدين بتغسلي شعرك عادي جدا، بيتعمل مرة في الاسبوع، تحطي كمية محترمة قوي. بتفرقي. بصي بتمسكي خصلة خصلة وبتحطي لها زيت يعني عموما. يا رب اكون فدتكم ويعجبكم الفيديو يعني. مع السلامة.